أزكى لقمة ممكن تاكلها. إلا زيت نباتي، بصلة مفرومة، وبنقلب البصل لما تدبل. وبعد ما دبل البصل بنحط الثوم، وبنقلب الثوم دقيقة مع البصل. بعدين بنحط اللومي والقرفة والهيل والقرنفل، وبنقلبهم شوي. وهسه بنحط البامية مغسولة وجاهزة، وبنقلبهم. وبعد ما قلبناها 5 دقائق نحط الفلفل الملونة والجزر المبعوش وقرن فلفل، وبنقلبهم مع بعض. بدنا باكيت كامل رب بندورة. شوفوا لي هالالوان اللي بتفتح النفس. وهسه بنحط عليهم 3 حبات بندورة مهروسة، نحط عليهم كاسة مي، نحط بهارات السبعة، شوية كاري، شوية كمون، كزبرة ناشفة، فلفل أسود، بودرة الدجاج، وملح، ونقلبهم مع بعض. وأهم إشي لازم ندوقها عشان نشوف إيش ناقص. يا سلام يا سلام. هسه بدنا رز بسمتي مغسول ومنقوع، بنقلبهم كلهم مع بعض. وبعد ما قلبناهم نحط عليهم المي الساخنة. بسم الله. بعد ما تغلي المي وتنزل لتحت نغطي الطنجرة ونوطي عليها ثلث ساعة. وأهم إشي نسكر هذا الرز. وهيك بنكون خلصنا أفخم طبخة بالعالم. وهسه بنجيب السدع تبعنا بنحطه فوق الطنجرة، نقول بسم الله وبنقلبها. بنحط عليها شوية فستق. يا سلام، كبسة البامية بدون دجاج وبدون لحمة إشي فخم جدا جدا جدا. أزكى لقمة ممكن تاكلها. بنقول بسم الله. جربوها ولا تنسونا من اللايك.